السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. اخر حاجه بقى هعملها لكم كوشن رمضان عشان تزوقي بيتك او تعمليها وتكسبي وانت قاعده في البيت. يلا بسرعه الحقي، النهارده اخر يوم واعمليها، بجد فكره خطيره. اول حاجه سمي الله وصلي على الرسول كده ونبدا الفيديو. هنجيب الخدادية بتاعتنا وهنقيس الطول والعرض. هي تقريبا في العادة بتبقى 45 في 45، يعني بنقصها 45 في 45 أو 47 في 47 عشان مقاسات الخياطة. هتقص حتتين قماش سادة، دي قماش ملايات، دي الملايات عادي من هو العمرية النظيف. بقصها أنا قصها 47 في 47. زي ما انت شايفة كده بقص قطعة اللي هو الوش، والقطعة التانية بزودها 50 في 50 وبقسمها بالنص عشان أركب فيها السوستة. ويلا نشوف الخيامية كمان، هنقص قطعة مربعة قد الوش بتاع الخدادية، يعني 45 في 45، وهنتنيها مثلث كده وهنقصها بالنص تعمل مثلثين كده. معايا المثلثين اهو زي ما انت شايفة. هنروح بقى على القماشة، هنجيب وش الخدادية اللي هي القطعة ال45 في 45، وهنحط في الركن كده المثلث بتاعي. هخيطه في القماشة، هظبطها كده وهخيطه في القماشة ونشوف هنعمل ايه. طريقة سهلة جدا ومش هتاخد منك وقت خالص، ممكن تعمليها على ايدك او على المكنة زي ما انا هعملها على المكنة كده. يلا بقى بينا نروح على المكنة. انا هخيطها، هخيط المثلث في الخدادية من الركنين اللي بره كده زي ما انت هتشوفي دلوقتي. يلا بقى، انا سمية من مصر، يا ريت تعملوا لي في التعليقات بتشوفوني من اي بلد. يا جماعة انا بتعب في الفيديوهات علشان خاطركم، ودعمكم ليا بيفرق كتير. عايزة لايكات كتير وترفعوا الفيديو بالله عليكم. كل سنة وانتم طيبين، علشان المجهود اللي انا بعمله والله، وعشان اصور لكم اي افكار جديدة او اي وصفات جديدة. طبعا رمضان بقى داخل، كل سنة وانتم طيبين، ينعاد عليكم بالخير جميعا يا رب. وهنعمل حاجات حلوة كتير زي ما انتوا شايفين. بقى انا كده همكن المثلث او اخيط المثلث، اثبته في قطعة القماش اللي هي البيج السادة دي. انا مش مسرعه لك الفيديو علشان تشوفي انا بثبته ازاي. انت بقى ممكن تعمليها على ايدك عادي، ممكن تعمليها بالشمع عادي خالص، بس طبعا المكنه والخياطه بيبقى امتن. انا عملت كميه كبيره من الكوشن ده، فقلت اصور لكم واحد عشان اوريكم الفكره، وانتوا بقى ايه، ربنا يرزقكم كده ويوسع عليكم وتعملوها. اهو كده انا ثبت ركن وبثبت الركن التاني. هنلف بقى البوز بتاع المربع اهو. عايزين بقى المستطيل المثلث من جوه اللي هو في القماشة نفسه، هنحط عليه اما فرنش من الذهبي او من الكور البومبوم اللي هو شريط الكور البومبوم ده. بيبقى شكله حلو جدا. طبعا كل حاجة بقى على حسب ذوقك وزي ما انت عايزة او على حسب اللي يطلب منك. انا جبت الكور البومبوم اهو، هثبته بقى على المثلث من على وش الخدادية نفسه. براحتك خالص، واظبطي شغلك وريحي كده وشدي الشغل كده ايه بتاع القماشة، افرديها متبقاش مكلكعة وتطلع نتيجته حلوة معاكي. انا بشتغل براحتي خالص 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 عشان بصور لكم، انما بعد كده انا بشتغل بسرعة علشان اخلص. اهو زي ما انت شايفة كده بتظبطي الشريط على القماشة عشان تمكني الشريط والقماشة في وش الخدادية. انا ما عدتش ما خيطتش الوش اللي هو المثلث الاول، انا بخيط مرة واحدة. انا بس ثبت المثلث من الاطراف بس. اهو اظبطي واعملي، خدي بالك ان شريط البومبون ده بيمط، فحاولي تظبطي ايدك عشان ما يمطش معاكي فيكلكع الخدادية. كده انا كملت اهو. هقص بقى الزيادة، وزي ما انت شايفة شكله جميل جدا. ده وش الخدادية اهو، ده وش الخدادية كده بقى جاهز معايا. عندي بقى انا القطعتين اللي هي القطعة ال50 في 50 او 50 في 45، يعني بزود من ناحية واحدة بس عشان خياطة السوسته وعشان خياطة الخدادية. كده تمام اهو مظبوطة.
اي حاجه عايزه تعيدي عليها عيدي عليها قبل ما تركبي وش الخداديه. يعني انا لقيت في حته هنا كده القماشه مش جايه تحت الفرنش، فقلت اعيد عليها اهي زي ما انت شايفه كده. انا ما سرحتش حاجه خالص وسايبالك الفيديو زي ما هو كده تمام. هقص الخيط بتاعي وكده وش الخداديه خلص تماما معايا. اقص الخيط اللي في النص اهو عشان شغلك كده يبقى نضيف كده تمام 100 100. انا قصه بقى حته قماشه من قماش الملايات ديت 50 في 45 وقسمها بالنص زي ما وريتك في اول الفيديو. هنركب فيها السوسته، مزوده ليه 5 سنتي في ناحيه علشان خياطه السوسته وخياطه الجناب اهو. ده كده تمام. هركنها وهنجيب نخيط السوسته. معايا اهي السوسته، بفتحها كده وبجيب ناحيه من الناحيتين. من ناحيه ال50 سنتي انا قصاهم بالنص، يعني 25 و25 هتني كده سنتي كده او سنتي ونص، وهثبتها في قلب ناحيه من السوسته. وش السوسته لفوق ووش القماشه كمان لفوق اهو زي ما انت شايفه كده. هحطه كده وهروح على المكنه وهخيطه براحتك خالص. انا هنا ما ركبتش دواس السوسته ولا حاجه عشان يعني الدنيا ماشيه حلوه معايا، يعني مش هحتاج الدواسه. اظبطي بقى كده طرف القماش ونمشي براحتك خالص لغايه ما تثبتي الناحيه دي في ناحيه السوسته. زي ما قلت لك وش السوسته لفوق ووش القماش كمان لفوق زي ما انت شايفه كده. يا رب تكون واضحه. ما تنسوش تزينوا التعليقات بالصلاه والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقولوا لي رايكم ايه في افكار رمضان اللي عملناها السنه دي. انا ملحقتش اعمل معاكم افكار كتير علشان الشغل كان كتير الحمد لله، فمش ما فضيتش يعني ان انا اعمل افكار كتير السنه دي. كل سنه وانتم طيبين. السنه الجايه تتعوض باذن الله، ربنا يبلغنا رمضان باذن الله. كده خلصت اول ناحيه من السوسته اهي. هجيب الناحية التانية وبرضو الوش السوسته لفوق والقماشة وشها لفوق، وهتني برضو سنتي او سنتي ونص واعملها قبلها بالظبط وهخيطها فيها زي ما عملت اول ناحية اهو. زي ما انت شايفة كده هعملها كده واخيط، اسوي كده القماش واخيط. طريقة سهلة جدا ممكن تعملها على ايدك او تلزقيه بالمسدس الشمع. وافتح السوسته عشان اعرف ايه اخيط للاخر. كده تمام معايا اهو. كده ظهر الخدادية جاهز. هحط وش في وش الخدادية في الوش بتاع الظهر اهو. يعني الظهر هيبقى من الناحية دي والناحية دي لبره، واظبط كده وهدور دايما يدور على الخدادية من الاربع جهات. وافتح السوسته بالراحة كده بايدك وسايبه منها حتة صغيرة مفتوحة، واقلب الخدادية بتاعتي بمنتهى السهولة خالص. عملنا احلى كوشن او خدادية تزيني بيه بيتك في رمضان. ممكن بقى القماش السادة ده تختلف. انا جبت قماش ملايات حبيته يعني طري وحلو. ممكن تجيبي قماش قطيفة، قماش بيكا، اللي يعجبك اعمليه. قماش كتان المتوفر عندك اعمليه. انا محبتش اخليها تكلفة عالية قوي يعني على صاحبتهم، فقلت ايه على اصحابهم يعني، فقلت اعمل قماش ملايات اهو جميل جدا. هنجيب بقى الخدادية بتاعتنا، هنفتح السوسته وهنركب الخدادية اللي احنا خدنا عليها المقاس في البداية. انا بوسع سنة عن مقاس الخدادية علشان القماش بتاع الملايات ده ممكن يكش معايا في الغسيل او كده، فيبقى كمان مريح في التلبيس، ما يبقاش ايه ضيق. اهو شايفين هي مظبوطة بسم الله ما شاء الله زي الفل. جميلة جدا، مش قادرة اقول لكم النتيجة في الاخر هايلة. هما معمولين هنا لكافيه اسمه نترو في متغمر. روحوا اللي من متغمر روح يشوف النتيجة هناك. عاملين مفارش وعاملين خداديات تحفة 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 تحفة. يلا بقى قولوا رأيكم ايه في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد من أكلة وفكرة مع سمية في رعاية الله.